قدمت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم احتجاجا رسميا لدى اللجان المختصة داخل الاتحاد الدولي لكرة القدم بخصوص الظلم التحكيمي الذي مورس على المنتخب المغربي في مباراته ضد منتخب فرنسا أمس برسم نصف نهائي كأس العالم قطر 2022. وأصدرت الجامعة بلاغا على موقعها الرسمي وجاء فيه: احتجت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بقوة على تحكيم مباراة المنتخب المغربي أمام المنتخب الفرنسي بقيادة الحكم سيزار أرتورو راموس. وأضاف البلاغ: جاء الاحتجاج في رسالة إلى الهيئة المختصة تضمنت الحالة التحكيمية التي حرمت المنتخب المغربي من ضربتي جزاء واضحتين بشهادة المختصين في التحكيم، مستغربة في نفس الوقت من عدم تنبيه غرفة الفار لذلك. وأكدت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في البلاغ نفسه بأنها لن تتوانى في الدفاع عن حقوق المنتخب المغربي، مطالبة بالإنصاف في اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الظلم التحكيمي الذي مورس على المنتخب المغربي في مباراته ضد منتخب فرنسا برسم نصف نهائي كأس العالم.